بيبدأ فيلمنا بكيفن اللي كان بيشتكي لمامته لأنه مش عارف يتفرج على التلفزيون بسبب عمه وأولاده، وساعتها أمه بتكون مشغولة وبتحضر شنطتها للسفر لفرنسا علشان يقضوا فيها الكريسماس، وبتقول له إن طالما عمه رفض يخليه يتفرج على الفيلم يبقى الفيلم ده مش مناسب للأطفال اللي في سنه. وبعدها بيروح كيفن يشتكي لوالده اللي بيخرجه بره الأوضة، وبتطلب عمة كيفن منه إنه يحضر شنطته. وفجأة بيدخل راجل شرطة يسأل على أي حد كبير في البيت، لكن بيقابل أطفال كتير مشغولين مش بيهتموا بكلامه وبيسيبوه يمشوا. ولما بيطلب كيفن مساعدة ولاد عمه في تحضير الشنطة بتاعته علشان ده أول مرة ليه، بيتريقوا وبيتنمروا عليه. بيتضايق وبيقول إنه اتخنق من وجود كل الناس دي في بيتهم، وإنه عايز يتجوز ويعيش لوحده لما يكبر. وبعدها بيتفرج كيفن من شباك الأوضة بتاعته مع اخواته على جارهم العجوز، وبيقول لاخوه باز إن الراجل ده قتل كل عيلته وقتل نص سكان القرية اللي كان عايش فيها، وإنه دلوقتي عايش في الحي بتاعهم علشان يستخبى من الشرطة. وبيخاف كيفن من الكلام اللي بيسمعه. وبعدها بيسألهم كيفن على البيتزا بتاعته، بس بازل مستفز بياكلها، فبيتضايق وبيزق وبيوقع الاكل والعصير على الارض. وساعتها امه بتزعق له وبتاخده لاوضته، فبيقول لها كيفن انه ما بيحبش العيله وانه عايز يعيش لوحده، بس امه بتقول له انه لو صحي الصبح وما لقاش حد من عيلته حواليه هيزعل جدا. وبالليل بتحصل عاصفه بتعمل ماس كهربائي وبتقطع الكهرباء عن البيت، وبتروح عليهم نوم. بيصحوا بعدها متاخر عن ميعاد الطياره، وبيجروا بسرعه يجهزوا نفسهم علشان يلحقوا العربيه. ووقتها بيفتكروا ان ابن الجيران هو كيفن، فبيعدوه وسط الاطفال وبيطلبوا منهم يركبوا العربيات علشان يروحوا المطار بسرعه. وبعدها بتجري عيله كيفن وسط الناس علشان تلحق الطياره. ولما بيصحى كيفن من النوم ما بيلاقيش حد من اهله في البيت، وساعتها بيفضل يدور عليهم في كل مكان بس بيلاقي البيت كله فاضي. بيفتكر انهم بيغلسوا عليه وعاملين فيه مقلب ومستخبين هنا ولا هنا، فبيجري بسرعه يتاكد من ان عربياتهم موجوده في الجراج، وساعتها بيلاقيها موجوده. فبيقول انهم اكيد ما راحوش المطار طالما العربيات ما اتحركتش من مكانها. وبيقعد كيفن يفتكر كل كلام عيلته اللي كان بيتضايق منه، وساعتها بيفرح انهم مش موجودين وبيفضل يتنطط في كل مكان في البيت. بعدها بيروح ياكل من الحلويات ويفتش في دولاب باز ويلعب بالالعاب بتاعته. هو بيشغل فيلم وبيقعد يتفرج عليه وهو بياكل الايس كريم. وقتها كان بيحاول كيفن انه يعمل كل حاجه غلط علشان يرجع اهله ويوقفوه، لكن للاسف ما بيظهروش زي ما كان متخيل. وفي الوقت ده ابتدت مامته تحس على الطياره انها نسيت حاجه ومش عارفه ايه هي، فبتفضل تراجع كل حاجه مع جوزها اللي بيحاول يطمنها، وبيقول لها ان قلقها ده اكيد علشان خرجوا مستعجلين. وساعتها بتفتكر انهم نسيوا ابنهم كيفن في البيت، فبتنهار وبيحاول كل اللي في الطياره انهم يهدوها، لكنها بتحس بالذنب لانها نسيت ابنها. في الوقت ده بيظهر اتنين حراميه راكبين عربيه بيكون اسمهم هاري ومارف. هاري بيقول لصاحبه انا عرفت ان في عيله سابت بيتها وسافرت فرنسا، فالبيت ده هيبقى مناسب علشان نسرقه. وفي نفس الوقت كان كيفن نايم قدام التلفزيون وهو مشغل فيلم كرتون، بس بيصحى فجاه لما بيسمع صوت الحراميه وهم نازلين من عربيتهم، وبيشوفهم من ورا الشباك. وساعتها بيسمعهم بيقولوا انهم هيدخلوا البيت من البدروم، فبينور كيفن البيت كله. ولما بيشوف الحراميه البدروم بينور مره واحده بيفتكروا ان اهل البيت لسه موجودين، فبيقرروا يهربوا بسرعه. وقتها بتوصل الطياره باهل كيفن لمطار باريس، وبيحاولوا ياخدوا التليفون علشان يكلموا الشرطه ويروحوا للبيت، لان تليفون البيت بيكون عطلان بسبب العاصفه. وساعتها كيفن كان بيحاول يبان انه مش خايف وبيقرر يخرج بره البيت، بس بيشوف قدامه جاره العجوز فبيترعب وبيرجع البيت وهو بيصوت. هو بيستخبى تحت البطانيه. وبعدها بيسمع كيفن خبط على الباب وبيخاف جدا، بس بيطلع ان ده ظابط جاي يشقر على البيت، وبيقول لزميلته ان محدش موجود في البيت وان مفيش اي خطر. وفي الوقت ده في المطار كان باباه بيتكلم مع موظفه المطار علشان يلاقي تذاكر لامريكا، لكنها بتقول له ان كل التذاكر محجوزه، وبتعرض عليهم انها تحط الام على قائمه الانتظار علشان لو اي حد لغى رحلته تقدر ساعتها تاخد مكانه. وساعتها بتوافق مامته وبتقعد في المطار لوحدها، والباقيين بيروحوا لعم كيفن اللي عايش في باريس. وفي الوقت ده كيفن بياخد دش وبيستخدم حاجات ابوه، هو بيدخل على اوضه اخوه باز وبياخد فلوس، وبعدها بيخرج علشان يشتري فرشه اسنان من السوبر ماركت. بس فجاه بيشوف جارهم العجوز وساعتها بيترعب منه وبيخرج بسرعه قبل ما يدفع ثمن الفرشه. وفي الوقت ده بيخرج الحراميه من بيت الجيران بعد ما بيسرقوه، وبيسيب واحد فيهم حنفيه المطبخ مفتوحه علشان يكون زي توقيع ليهم زي ما كل الحراميه الكبار بيعملوا، وبيسيبوا علامه تميزهم. وساعتها بيشوف الحراميه كيفن وبيفضلوا يمشوا وراه علشان يشوفوا هيدخل انهي بيت، بس كيفن بياخد باله وبيجري منهم. بيستخبى وسط التماثيل اللي قدام الكنيسه، وبعد ما بيمشوا بيخرج مره تانية وبيروح البيت. بالليل بيرجع الحراميه علشان يسرقوا البيت، لكن بيشوفوا ظل ناس بترقص وصوت مزيكا عاليه خارجه منه. وقتها بيفتكروا ان اهل كيفن رجعوا من السفر، بس في الحقيقه كيفن كان جايب تماثيل وبيحركها علشان يخدعهم. هو فعلا بينجح كيفن ان هو يبعدهم عن البيت بعد ما اقتنعوا ان فعلا في حفله وان في ناس موجودين.
موجودين. هو في الوقت ده كان والد كيفن بيحاول يلاقي اي حد يطمنه على ابنه، لكن كل الناس ما كانتش موجوده ومسافره علشان الكريسماس. بس باز اخوه كان بيقول ان كيفن مستحيل يكون في خطر لانه دايما محظوظ، ده غير ان شارع بيتهم مستحيل يحصل فيه حاجه. بعدها بيطلب كيفن بيتزا وبيجي عامل التوصيل يديها له. وقتها بيشغل جزء من الفيلم ويسيب البطل يتكلم بداله عشان عامل التوصيل يتخيل ان في ناس كبيره في البيت ويقدر يستلم البيتزا. وفضل كيفن يضحك لما عامل التوصيل بيطلع يجري بسرعه بعد ما بيصدق ان اللي في البيت هيقتله بالرصاص بجد. وهو بيسمع صوت الطلقات اللي طالعه وبيفتكرها حقيقيه. وفي مطار باريس كانت والدة كيفن بتترجى ست وجوزها علشان يبدلوا معاها تذاكر الطيران وتسافر على امريكا بدلهم. ووقتها كيفن في البيت بيمسك صورة اهله وبيعتذر لهم على اللي قاله في حقهم وبيوعدهم انه مش هيقول كده تاني بس هم يرجعوا. وبيطفي النور وبينام. وتاني يوم الصبح بياخد دش وبيغني قدام المراية. بيلبس وبيروح السوبر ماركت يشتري حاجات للبيت. وساعتها بتستغرب البائعة من الموقف لانه طفل. ولما بتسأله عن اهله بيقول لها ان مامته في العربية اما والده في الشغل وهو وحيد من غير اخوات. وما بيرضاش يقول لها على عنوان بيتهم لانها شخص غريب. ولما بيرجع البيت بيشغل الغسالة وبيطلع الهدوم اللي نشفت. في الوقت اللي كانوا الحرامية فيه بيراقبوا البيت وكانوا مستغربين من الهدوء اللي فيه على عكس ما كان بالليل. وساعتها بيقرر واحد منهم يدخل البيت وكيفن بيشوفه وبيشغل الفيلم في التلفزيون علشان يخدعه زي ما خدع عامل التوصيل. وبيجري الحرامي على العربية بعد ما كيفن حط العاب نارية في الحلة وخدعه وافتكر ان ده رصاص حقيقي، لكنهم بيرفضوا يمشوا وبيقرروا يقعدوا يشوفوا مين اللي جوه البيت. وبعدها بتوصل ام كيفن لولاية بالاس الامريكية وبتحاول تحجز تذكرة لشيكاغو، لكن الموظف بيقولها ان التذاكر كلها محجوزة فبتتعصب عليه وبتحاول تفهمه موقفها. وقتها بيستأذنها واحد من المسافرين وبيعرض عليها يوصلها مع فرقته في طريقهم بعد ما عرف ازمتها وبتشكره وبتوافق على عرضه فورا. وتاني يوم الصبح بيشوف الحرامية كيفن وهو بيقطع شجرة وداخل بها البيت وبيعرفوا انه كان بيخدعهم. وقت ما كان بيزين الشجرة بيشوف خيال الحرامي في الزينة وساعتها بيعمل نفسه بينده على باباه علشان يوهمهم ان في حد معاه، لكن المرة دي بيفهم الحرامية الخدعة. ووقتها بيسمع كيفن الحرامية وهم بيتفقوا انهم هيرجعوا الساعة 9 بعد ما الدنيا تبقى ضلمة علشان يسرقوا البيت. وبيروح بعدها كيفن للشخص اللي كان لابس زي سانتا كلوز وبيطلب منه يرجع له عيلته تاني لانه مفتقدهم. وفي طريقه للبيت بيشوف كيفن الناس وهي متجمعة في بيوتها مع عيلتها وساعتها بيزعل وبيحس بالوحدة. بيروح بعدها الكنيسة وبيشوف جارهم العجوز فبيخاف، لكن وقتها الراجل بيقرب منه وبيقعد جنبه وبيقول له ان البنت اللي هناك دي تبقى حفيدته. وساعتها بيطلب منه العجوز انه لو شافه في اي وقت يسلم عليه وما يخافش. وبيقول له ان عارف ان في اشاعات كتير بتطلع عليه لكن الكلام ده كذب. وقتها بيعترف كيفن للراجل انه كان ولد شقي وما كانش بيحب عيلته، لكن دلوقتي ندم وعرف غلطته وهيحاول يبقى احسن لانه عارف قيمتهم وما يقدرش يعيش من غيرهم. وساعتها بيقول له العجوز ان طبيعي تحصل مشاكل بين العيله وبعضها لكن مهما حصل هيفضل يحبهم ويحبوه. وبيحكي له كمان ان هو اتخانق مع ابنه من سنين وقال له في لحظه غضب انه مش عايز يشوفه تاني ومن وقتها ما بيتكلموش وخايف يتصل بيه. كيفن بيقول له ان المفروض ما يخافش لانه كبير وان لازم يكلم ابنه وما يخافش من رد فعله وان ما فيش اي ابن هيرفض يكلم والده خصوصا في فتره الاعياد. وساعتها بيشكر الراجل العجوز كيفن على النصيحه وبيسلم عليه. وبيروح بعدها كيفن للبيت وبيقرر يعمل خطه يواجه بيها الحراميه اللي هيجوا يسرقوه. وبيبدا يعمل مقالب مختلفه بيوزعها في كل حته في البيت. وبيوصل الحراميه الساعه 9 بالظبط وبيخبطوا على باب البيت وساعتها بيطلع كيفن البندقيه من فتحه الباب وبيضرب واحد منهم في رجله وبيتزحلق التاني من على السلم وبيقع على الارض. وقتها بيحاول يفتح باب البدروم وبيفتح معاه بسهوله واول ما بيدخل وبيفتح النور بتقع المكوى على وشه. وفي الوقت ده الحرامي التاني ايده بتتحرق لما بيمسك أكرة الباب وبيفضل يصوت ويحط ايده في التلج. ولما بيدخل البيت مره تاني شعره بيتحرق علشان فخ كيفن حطهوله فبيجري بسرعه يحط راسه في التلج. وقتها بيطلب كيفن من الحراميه يستسلموا والا هيعمل فيهم مقالب اكتر، لكن الحراميه بيرفضوا الاستسلام فبيكمل خطته وبيتصل بالشرطه يبلغهم ان بيته بيتسرق وبيتخن صوته علشان يبان كانه صوت حد كبير. وبعدها بياخد العنكبوت بتاع اخوه وبيحطه على الحرامي اللي بيحاول يقتله لكن بيضرب صاحبه بالغلط. بيروح كيفن يدخل اوضته وبيطلع من الشباك وبيروح لبيت الشجره بتاعه. بينده على الحراميه اللي بيروح وراه وبيمسكه في الحبل بس كيفن بيقطعه وساعتها بيخبطه في الحيطه وبيقع على الارض. وبعدها بينزل كيفن بسرعه وبيجري في الشارع لحد ما بيوصل لبيت الجيران اللي سرقوه الحراميه وساعتها بيلاقيه غرقان علشان الحنفيات اللي سابوها مفتوحه. واول ما بيفتح الباب بيلاقوهم قدامه بيمسكوه ويعلقوه في الباب وفجاه بيظهر راجل عجوز وبيضربهم وبينقذ كيفن منهم. وبعدها بيوصل البوليس وبيقبض عليهم. بيرجع كيفن
كيفن لبيته وبيعمل اكل لنفسه وبيحضر زينة الكريسماس. وتاني يوم الصبح بيقوم من النوم وهو فاكر ان مامته وعيلته رجعوا من تاني، وساعتها بيلاقي البيت فاضي. بيمسك صورة عيلته وفجأة بتدخل امه من الباب تنده عليه، فبتلاقيه جهز البيت بزينة الكريسماس، واول ما بتشوفه بتتأسف له انها نسيته. وقتها بيجري عليها وبيحضنها، وفجأة بيلاقي كل العيلة وامه بيحضنوه، وما بيصدقوش لما بيعرفوا ان هو راح السوبر ماركت لوحده وجاب لهم كل الاكل اللي بيحبوه، وانه جهز البيت وروقه علشان يحتفلوا كلهم سوا بالكريسماس. في الوقت ده بيبص كيفن من الشباك وبيلاقي جاره العجوز بيحضن ابنه وحفيدته، وبيبص له العجوز وهو فرحان وبيشاور له، وساعتها كيفن بيشاور له هو كمان وهو مبسوط. وهنا بينتهي الفيلم. برجولة كده انزل اعمل لايك واشتراك وزر الجرس علشان تشوف الجديد اول باول، وما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي. اشوفك الفيديو الجاي يا زعيم. سلام.